السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سلوى المطيري. اليوم بتكلم عن موضوع مهم. مثل ما تدرون ان الطفلة لما تكون صغيرة طبعها نفس طبع اخوها الصغير، يعني لما يكونوا اطفال طبعهم نفس الشيء، يركضون مع بعض، يتهاوشون مع بعض، يطيحون، يلعبون كورة، المهم طبعهم نفس الشيء. لكن سبحان الله لما البنية تدش سن المراهقة طبعا لا، يختلف الموضوع. تبتدي البنية تعرف لبس الستر، تكن في البيت شوي. أما الولد طبعا يظل على طبعه، يطلع بالشارع يلعب. لكن البنية هذا يصبح لها أشياء تسلية لكن تختلف، يعني مثل الكمبيوتر، مثل المهم شغلات أخرى. يعني البنية تكن شوي. فاذا كبروا وصلوا سن يعني نقول 16 17، تبتدي يعني شو اسمه البنت طبعا كلش تختلف عن الرجل كطبعا. يعني اخوها اللي يكون كبرها او قريب من سنها كطبعا وكشكلا. فمثل ما انتم تعرفون لعب الكوره او لعب القاري او يصبح فيها، يعني الانسان لما يلعب يطيح كثير، فتصبح ركبه مثلا سوداء او رجله ايده مثلا هذا الركبه مالته سوداء. اما البنت لا، يختلف، تصبح لا جسمها يعني يصبح لونها متناسق. ف انا حبيت اول شيء اوضح الموضوع هذا. الموضوع الثاني اللي ودي اتكلم فيه، اللي